مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. قرار قضائي صادم السجن لنور الدين البحيري، خليكم معايا باش تعرفوا شنو هو الحكايه. اصدرت ان الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس حكم ابتدائي يقضي بسجن القيادي في حركه النهضه نور الدين البحيري لمده 10 سنوات وفق ما صرح به عضو هيئه الدفاع المحامي سمير ديلو لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وأوضح سمير ديلو أن هذا الحكم يتعلق بقضية ما يعرف بالتدوينة، والتي أحيل بموجبها البحيري على أنظار القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، مؤكدا أن هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها من الأساس وفق قوله. وكان البحيري قد مثل في أفريل 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه على خلفية تدوين أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من الجملة الجزائية الذي ينص على تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة. وقد نسب للبحيري تنزيل تدوينة تمس بأمن الدولة على إثر تحرك احتجاجي دعت له جبهة الخلاص الوطني اللي هي المعارضة في جانفي 2023 بمنطقة المنيلة من ولاية أريانا. وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة أن التدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلسة ووهمية ولا وجود لها أصلا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلس لها بالنص الكتابي للتصريح المنسوب له. ويشار إلى أن البحيري موقوف منذ فيفري 2023 على ذمة قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، إلى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.